بقولك ايه، عارف ايه اكتر حاجة بتستنزف صحتك النفسية؟ هتقولي الشغل، المشاكل، مسؤوليات الحياة. كل دي حاجات عادي سهلة وبتعدي. اللي بيستنزف طاقتك فعلا هي الحاجات اللي انت بتعملها كل يوم وبتبقى حاجات صغيرة قوي وانت مش واخد بالك منها، والحاجات دي مع الوقت بتكون معاك عادات، والعادات دي طبعا بتأثر على حياتك بشكل كبير. العادات اللي بتبدأ بيها يومك، الكلام اللي بتقوله لنفسك، والناس اللي بتسمح لهم انهم يدخلوا دايرتك. في الفيديو ده هنتكلم عن 10 عادات صغيرة هتخلي دماغك أروق وقلبك أهدى وحياتك أريح بكتير. قبل أي حاجة يا صديقي لازم تعرف إن الصحة النفسية مش رفاهية، دي أساس كل حاجة في حياتنا. في وسط الزحمة والضغط والمقارنات والسوشيال ميديا محتاجين نرجع لحاجات صغيرة تظبط مزاجنا. العادات دي في ظرف أسبوع كفيلة إنها تغير حياتك تماما، من شخص متوتر قلقان بيتخانق مع دبان وشه كل يوم لشخص هادي ورايق وباله طويل وبيعرف يتحكم في مشاعره. فيلا بينا نعرف مع بعض أهم الخطوات والعادات اللي هتغير حياتك. أولا، خلي عندك روتين هادي ورايق وبسيط أول ما تصحى من النوم، وطبعا مش محتاجة أقولك إنه يكون بعيد عن الموبايل، لأن كلنا عارفين ومجربين لما بنبدأ يومنا بالموبايل بيحصل إيه. ابدأ يومك بروتين بسيط يهيئك نفسيا، زي إنك أول ما تصحى ترتب سريرك، لأن ده هيديك إحساس أول ما تقوم إن الأوضة مترتبة والدنيا رايقة وهادية من غير دوشة وكركبة كتير. وإنت مش متخيل ترتيب البيئة اللي حواليك بيفرق قد إيه في ترتيب مشاعرك وأفكارك ورفع طاقتك. فلما تبدأ يومك وعينك تفتح على الدنيا رايقة ونظيفة وهادية حواليك، تفتكر يومك هيبقى عامل ازاي؟ ممكن كمان تخلي عندك ميعاد ثابت بتصحى فيه كل يوم. انت كده كده لو عندك شغل هتصحى غصب عنك، بس حاول تصحى بدري عن ميعاد شغلك، مثلا ربع ساعة، نص ساعة. يبقى عندك وقت تاخد شاور الصبح، تشرب حاجة سخنة وانت واقف في البلكونة بتستمتع بالهدوء ونور ربنا. ويا سلام بقى لو عملت تمارين تنفس الصبح وانت واقف في البلكونة، هيبقى كومبو تأمل مع تمارين تنفس هايل، هيودي يومك في حتة تانية خالص. جرب وانت هتشوف الفرق بنفسك. وعلى فكرة ده مش بس كلامي، ده كلام علمي بيأكد عليه دكتور أندرو هوبرمان، أستاذ علم الأعصاب في جامعة ستانفورد، واللي بيقول إن أول 8 ساعات من الاستيقاظ هي الأفضل لتبني عادات جديدة، وده بسبب ارتفاع هرمون الدوبامين والأدرينالين. وده بقى يودينا على تاني عادة ممكن تعملها في يومك هتغير حياتك، وهي الوعي اللحظي أو المايندفولنس. الوعي اللحظي أو المايندفولنس هو ببساطة إنك تكون مركز على اللحظة اللي أنت فيها دلوقتي من غير ما تشغل بالك بالماضي أو المستقبل. يعني لما تكون قاعد دلوقتي تحاول تركز في كل حاجة بتحصل حواليك، سواء كان صوتك او تنفسك او حتى مشاعرك. الفكرة هنا انك تبطل تتنقل بين الافكار والمشاعر اللي ملهاش لازمة دلوقتي وتركز في الحاضر. طب ليه الوعي اللحظي ده مهم؟ لان ليه فوائد نفسية وصحية كبيرة جدا. لو حاولت تمارسه بشكل مستمر هتلاحظ فرق كبير جدا في حياتك. يعني مثلا هو بيقلل التوتر والقلق. لما تعرف تركز في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، دماغك مش هتتشتت بين اللي حصل قبل كده واللي ممكن يحصل في المستقبل، فده هيقلل الضغط النفسي. وطبعا ده بيحسن الذاكرة وبيعزز العلاقات، لانه بيخليك قادر تسمع وتركز اكتر مع الناس اللي حواليك. لانك لو ركزت في اللحظة الحالية هتقدر تستمتع بكل حاجة بسيطة في حياتك، زي فنجان القهوة اللي انت بتشربه او حتى المشي في الشارع. طب ازاي ياسمين نبدأ في ممارسة الوعي اللحظي ده؟ بص يا صديقي، الوعي اللحظي مش معقد قوي وبيبقى سهل لو حاولت تطبقه في حياتك اليومية، وهقول لك شوية تبس كده تعملها في يومك كل يوم. اول حاجة، اتنفس كويس قوي. جرب تركز على تنفسك، خد نفس عميق وحاول تركز في كل نفس بتاخده وبتطلعه. لما تركز على التنفس ده بيساعد دماغك تبطل تشتت وتركز في اللحظة بتاعت دلوقتي. تاني حاجة، خد بالك من مشاعرك، يعني تعيش مشاعرك من غير ما تحكم عليها. لو كنت زعلان دلوقتي او متوتر، قشطة، تقبل ده من غير ما تحكم على نفسك. انا ليه زعلان؟ انا ليه متوتر؟ ما حصلش حاجة عشان ابقى متوتر. لا عادي، اتوتر وخد وقتك في مشاعر التوتر زي ما انت عايز وعيشها للاخر. ثالث حاجة، استمتع بالطبيعة. حاول تخرج في اماكن فيها هواء، زرع، بحر. ركز في كل حاجة حواليك زي صوت العصافير، شكل الشجر. اللحظات دي بتكون هادية ومريحة. رابع حاجة بقى، ودي غريبة شوية، ركز في الأنشطة اليومية زي غسيل المواعين، عمايل الأكل. الأنشطة اليومية اللي بنعملها وبتكون مهمة بالنسبة لنا لو ركزت فيها هتلاقي نفسك بتطلع أفكار رهيبة. وده هتلاقيه في تعليقات ناس كتير حوالينا وهم بيقولوا إن مثلا أفضل وقت بالنسبة لهم هم بيغسلوا المواعين أو بياخدوا شاور مثلا، وإن الوقت ده بيكون وقت حلو جدا بيطلعوا فيه أفكار لحلول مشاكلهم أو أفكار جديدة عامة في شغلهم. جس وات، الناس دي ما بتكدبش، دي حقيقة فعلا. حاول تجربها وشوف الفرق. وعلى فكرة الوعي اللحظي مش هو التأمل، لأن انت ممكن تربط بين الاتنين وتفتكر ان الوعي اللحظي هو التأمل، بس لا، الوعي اللحظي ممكن تمارسه في أي وقت وانت بتعمل نشاطات ومهامك، ممكن تكون في شغلك وانت بتاكل أو حتى وانت مع صحابك. الفكرة كلها انك تعيش اللحظة بكل حواسك. تالت خطوة بقى من العادات اللي هتشقلب حياتك هي انك تحدد وقت معين للسوشيال ميديا. يعني من الاخر ما تكونش متاح طول الوقت ترد على كل الناس في اي نوتيفيكيشن تجيلك. خليك فاكر ان اللي بيبعت لك ده
يبعتلك في الوقت اللي هو فاضي فيه وقادر يبعت ويتكلم فيه، واللي مش شرط بالمناسبة تكون انت كمان فاضي فيه وقادر ترد عليه. فخد وقتك ورد في الوقت اللي انت قادر تعمل فيه ده من غير ما تستهلك وقتك وطاقتك على الفاضي. وما تنسيش يا صديقي ان السوشيال ميديا ممكن تعرضنا لمحتوى كتير ممكن يسبب لنا ضغط وتوتر من غير ما نحس، سواء بقى كان بسبب المقارنات او الاخبار السلبية او حتى المشاكل الشخصية اللي بنشوفها. وطبعا الريلز وكارثة الريلز اللي بتخلي مشاعرنا تتغير كل ثانية مع كل فيديو بنشوف. تبقى بتتفرج على فيديو الفرح، بعدها بثانيتين فيديو الحرب، بعدها بشوية فيديو غريب، ومع كل فيديو مشاعرك بتتحول لمشاعر متناقضة تماما في وقت قصير قوي. وده اللي اتقال في دراسة اتنشرت في Journal of Social and Clinical Physiology في 2018، واللي بتقول ان السوشيال ميديا لما بنستخدمها بشكل مفرط بتعمل تغيير سريع في المزاج بسبب انها بتتنقل بسرعة بين المواضيع، وان التبديل السريع ده بين الفيديوهات المتنوعة اللي زي الريلز بيخلي عندنا عدم استقرار عاطفي، يعني الشخص بيحس بمشاعر مختلفة في وقت قصير، وده بيخلي بعد كده التحكم في المشاعر اليومية في حياتك امر صعب جدا. ده غير بقى ان السوشيال ميديا بتخلي عندك مساحة انك تركز في حياة الناس وتفضل تقارنها بحياتك الشخصية، وده بيبعدك عن انك تركز في حياتك وتطور منها. ونيجي بقى للعادة رقم 4، وهي انك تتعلم تقول لا. والله شفت عادة صغيرة قد ايه ممكن تفرق في حياتك؟ اتعلم تقول لا لأي حاجة مش على هواك او مش حاببها او مش عايز تعملها دلوقتي. دي مش انانية خالص، ده احترام لذاتك ولوقتك. انا عارفة ان معظمنا اتربينا ان احنا ما ينفعش نقول لا، لازم نقول حاضر ونعم دايما عشان اهالينا يحبونا والناس اللي حوالينا تشوفنا شاطرين، انك لما تقول لا هنبطل نحبك. تصدق بقى ان طريقة التربية دي بتطلع بني ادم هش نفسيا وما بيقدرش ياخد قرار واحد صح في حياته، لانه دايما متعود يقول حاضر ونعم على كل حاجة. بل والاسوأ انه اتعود يحط رغبات الناس فوق رغباته الشخصية ويفكر فيهم قبل ما يفكر في نفسه. وطبعا ده عوده انه ما بيعرفش يقول لا على حاجة ويعمل اي حاجة تطلب منه غصب عنه عشان يرضي الناس اللي حواليه. ودلوقتي جه الوقت اللي تتعلم تقول فيه لا. لا لأي حاجة مش على هواك، لا لأي حاجة هتاخد من وقتك ومش هتفيدك، ولا لرضا الناس عليا لو هيجي على حساب نفسيتي ووقت. خامس عادة يا صديقي وهي انك تبطل تعتذر. انا عارفة الاعتذار من شيم الرجال، ايوه بس ده لما تبقى غلطان، انما اعتذار على الفاضي والمليان ده بيقلل منك ومن ثقتك بنفسك، ومع الوقت اعتذارك ما بيبقاش ليه طعم للي قدامك. فعزز نفسك وخلي اعتذارك تقيل وعلى الحاجة اللي تستاهل. وعلى فكرة ده كمان بيكون بسبب التربية وانت صغير، انك اتعلمت انك ترضي كل اللي حواليك، فتعودت تعتذر برضو لكل اللي حواليك على اي حاجة اتعملت سواء بقصد او بدون قصد. فزي ما جه الوقت انك تتعلم تقول لا، جه كمان الوقت انك تتعلم تبطل تعتذر على الفاضية والمليانة. وسادس عادة هي انك تبطل تسويف. بطل تقول انا هعمل كذا وكذا وتقعد تريح بعدها والموضوع يموت، وتعدي الايام والشهور وساعات السنين وترجع تقول لنفسك انا لو كنت بدأت كذا لما قررت اني اعمله كان زماني دلوقتي في حتة تانية. فعشان ما تقولش لنفسك الجملة دي، قوم يا صديقي ابدأ مدام نويت، اعتزم وتوكل على الله وبلاش كسل. سابع حاجة بقى وهي الصحبة الإيجابية. طول عمرنا عارفين ان انت بتبقى شبه الناس اللي انت بتصاحبهم فترة طويلة، فوالله لو اخترت ان صحبتك تكون سلبية وبتشدك لورا وقعداتكم كلها تبقى نميمة وغايبة على خلق الله، هتفضل في نفس الطاقة السلبية اللي انت فيها ومش عارف تطلع منها، ومش هتعرف تعمل حاجة في حياتك ولا تتقدم خطوة غير انك تركز في حياة الناس اللي حواليك وتقعد تقارنها بحياتك. ولو اخترت صحبة صالحة تشدك لقدام وتديك طاقة إيجابية وتشجعك على كل خطوة انت بتعملها، فده هيساعدك جدا جدا تبدأ التغيير اللي انت نفسك فيه. فالموضوع في ايدك، اختار بقى شوف انت عايز ايه. وتامن حاجة، اتجنب المهام المتعددة. ايوه وده في كل حاجة حوالينا، سواء في شغلك او في بيتك او في اي حاجة انت بتعملها. وده لان المهام المتعددة بتفقدك التركيز، ومع الوقت بتحس انك روبوت بتنفذ الحاجة وخلاص بدون اي روح او مشاعر. ولان مش كلنا عندنا مهارة المالتي تاسكينج، ولو انها مهارة مهمة جدا ولازم تتعلمها، بس تحاول تستخدمها في اضيق الحدود لان دي بتأثر جدا على نفسيتك. والعادة دي بقى للستات والامهات بالاخص، تلاقيها بتعمل 100 حاجة في نفس الوقت، بتاكل ابنها وحاطه الاكل على البوتاجاز والدليفري بيخبط على الباب وبتكلم امها في التليفون، مليون حاجة وراها وبتجري ورا نفسها عشان تلحق. انا عارفة والله ان ضغط ومسؤوليات الحياة كتير وان مفيش وقت، بس واحدة واحدة بالراحة على نفسك. مش لازم تبقي سوبر وومن وسوبر مام كل يوم. اصحي بدري شوية، قسمي مهامك على مدار الايام، مش لازم كل حاجة تتعمل في يومها. يعني سهلي الدنيا على نفسك وكله بيعدي يا ست الكل، المهم في الاخر راحتك ونفسيتك وصحتك. تاسع عادة النهاردة بقى هي انك تصرف بغرض السعادة فعلا. اطلع شوية من فكرة اني عايزة اجيب كذا وكذا زي فلان وعلان، وما تخليش النمط الاستهلاكي اللي بنتعرض له كل يوم بسبب السوشيال ميديا يأثر عليك. بالله عليك خليك واعي كفاية انت محتاج ايه وليه وايه اللي يستحق انك تصرف عليه فعلا، عشان انت محتاجه مش عشان يبقى عندك زي كل الناس اللي هناك دول، فهمني؟ واخر حاجة، اهتم بشكلك ومظهرك
حتى لو مش هتخرج من البيت. والنصيحة دي بالذات للبنات والستات، لانهم دايما بيحبوا يكون شكلهم حلو وجميل ومهندم، وده بيأثر على نفسيتهم وعلى صحتهم. فخليكي دايما حلوة وجميلة كده عشان نفسك، مش عشان حد، مش عشان خارجة وحد هيشوفك. اصحي الصبح، فوقي كده، اغسلي اسنانك، خدي دش، البسي لبس نظيف وغير اللبس اللي انت كنت نايمة بيه، اهتمي ببشرتك وبشعرك ورطبيهم واعملي لهم ماسكات. كل ده هيأثر على حالتك النفسية بشكل كبير. وفي آخر الفيديو عايزاك تفتكر حاجة مهمة جدا أفكرك وأفكر نفسي بيها: حياتك النفسية أغلى وأهم من أي روتين يومي ومن أي ضغط حواليك. عادات بسيطة زي اللي اتكلمنا عليها النهاردة ممكن تكون البداية إنها تغير علاقتك بنفسك وتعيش حياة أهدى وأسعد. كل عادة من دول هي خطوة صغيرة بس قوية في طريق السلام النفسي. ومهما كانت ظروفك دلوقتي، دايما في أمل إنك تتحسن وتعيش الحياة اللي انت فعلا تستحقها. ولو حسيت ان الحلقة دي فادتك او لمستك حتى لو بحاجة بسيطة، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. وسيب لي في الكومنتات انت ناوي تبدأ بأنهي عادة، وانا هكون مستعدة وجاهزة ان احنا نتكلم سوا. خد بالك من نفسك لانك تستاهل. اشوفك الفيديو الجاي. باي.